مكملة زيارتي بقرية عقارب الصافية، ودخلنا على بيت تاني، بيت ريفي من تراب قديم لزور أسرة جريح. يمكن باين هيك من مظاهر البيت إنه البيت كتير يعني قديم كتير. طبعا هو مو ملك، هو أجار ساكن فيه جريح اسمه علي. رح نفوت هلا ونشوف شو إصابته ونشوف كيف عايش علي. علي مرحبا. لا أقعد هيك بجنبك. بدي أتعرف عليك علي. علي درويش. علي درويش، ساكنين نحن بعقارب الصافي. عقارب الصافي. هلا أنا صورت البيت من برا، ويمكن هلا إذا هيك يعني هلا السقف خشب، الحيطان باينين يعني إنه تراب، أو هذا شو بيسموه، هذا التبن أو شيء، هي القديم يعني تبن. بناء القديم. الحياة بسيطة وكذا هيك. بس هلا بدي أحكي أول شيء علي عن إصابتك. أنت قوات رديفة. قوات رديفة. نحكي عن الإصابة. هلا أنا شفت بتر والرجل الثانية كمان بدها عملية، يعني إنه ما فيك أنت تمشي. لا. هلا أنا شوي تاني بدي أشوف كيف أنت بتقضي احتياجاتك الشخصية يعني. بس خلينا نحكي هلا أول عن إصابتك. كيف تصاوبت وأي سنة؟ 15/9/2018. من 2018. هلا هي اللي فيها بتر ما ركبت لها طرف صناعي؟ لا، ما ركبت لها خالص. شو سبب انك ما ركبت لها طرف صناعي؟ هلا السبب عملية، انه الرجل الثانية بدها الرجل الثانية يعني ياخذوا المقاس الطرف عليه. يعني انه الرجل الثانية لحتى انت تركب الطرف هون وتحسن تمشي، بدها الرجل الثانية بدها عملية أكيد. لحتى تحسن توقف على الرجل هديك، وهي الرجل يتركب لها طرف. ليش ما انعمل عملية للرجل الثانية؟ صار صعب انه قوات رديفة تيجي الأولوية للجيش. يعني فهن ما عملوا لك عملية يعني أو تركوك فترة. هلا أنا شي 5 سنين. إلا شي 5 سنين. وأنت قدمت كتاب وهيك؟ قدمت. رحت على مشفى تشرين، طلع واحد مكتب لي ريح وطن. قال بدك تجيب دكتور من عندك. قلنا له ما في مشكلة. جينا على الدكتور طلال الحموي. قال إنه على الشام صعب ما فيني أطلع يعني. قال بنعملها. قلنا له ما في مشكلة. قدمنا طلب ولسه ما اجاك الجواب. لسه ما اجى الجواب. فناطرين نحن 5 سنوات لساتنا ناطرين الجواب. ينعمل لك عمل جراحي. بس هلا عم تقلي كأنه صارت الأذية أصعب يعني. هلا صارت أصعب وش يعني فيها جروحة ما سكرت. وإنه صارت هلا أنت كنت ترفعها ما عاد حسن ترفعها على القدم. إنه صارت هلا القدم ضلت هيك. يعني إنه في ميلان فيها. ما بعرف شو بدنا نحكي عليه. شو بتحب تحكي؟ والله ما عن المعيشة. كيف مثلا شو بتشتغل؟ كيف عايش؟ شغل ما بشتغل القاعدة هي. ما فيك، ما بتقدر تطلع تفوت تشتغل. طلع فوتي، طلع بدي حد ياخذني وحد يجيبني. هي الطلع والفوتي. يعني انه خلص ضمن البيت. ضمن البيت قاعدة. وعندك والدتك عايشة معه؟ والدتي وخيتي وخيي الصغير. منين انه يعني معلش بدنا نحكي يعني انه منين بتصرفوا يعني انت ووالدتك واخوك الصغير واختك؟ هلا في عندي راتبة تبع جريح وطن 130. عندي خيي الصغير ترك الدراسة عم يشتغل بالحصادات. يعني مستورة. انه مستورة يعني. بس كلمة مستورة بتوجع. أنا هيك حاسة كلمة مستورة. هو نحن بنقول الحمد لله تمام. على الله على الله. علي بس أنا هلأ بدي صورك نحن وعم هيك كيف تقضي احتياجاتك يعني. هلأ بالرغم من كل هذا بنقول نحن ما بتوقف الحياة. أكيد. يعني صحيح في وجع وفي ألم. وأنا بصراحة كتير أنا لما استقبلتنا فتنا هيك كنت بدي صورك إنه كيف أنت طلعت استقبلتنا يعني. بس ما حبيت دغري شغل قلت لحتى اخذ اذنك يعني اقول لك انه بحب في مشكله انه نصور معه. لا عادي. بس انا كثير انقهرت يعني. حتى لما فات معي ابو محمد يعني هيك قال لي رح هلا تشوفي لانه كنا عند سيره الشهداء. بطلع بفوت لحالي بعمل مت لحالي بغسل لحالي ما في مشكله عادي. طيب هلا خليني معناتها هلا نقوم انا وياك لنشوف كيف بدك تقوم يا علي. زين علي انه انت تمشي هيك على ركبك. لا ركب عادي. وبتقضي هيك بتطلع؟ عادي بطلع بفوت عادي حياتي. طيب ركبك ما بتجعك علي؟ لا مسنودي بالقماش تبع البنطلون عادي يعني حاطط هيك سماكه على الركب بحيث انه اذا دعست على ركبك ما محل انه ما في حجاب وكذا هي يصير ضغط علي زياده. هي ما بعرف شو بدي لك. عادي ما بعرف شو بدي لك. عادي. انت مثل ابنك يا رب. انت مثل ابني. ما بعرف مثل ابني. ما بعرف يعني بقول ان شاء الله يا رب الله يفرجها عليك ويبعثوا لك هيك مشان العملية. لأنه إذا ركبت أنا بعرف كتير جرحى يعني لما ركبوا طرف صناعي إنه صارت أسهل يعني. أكيد أسهل. يعني إنه بصير الواحد يعني بيطلع بيفوت يعني. فبنقول يا رب علي
الحمد لله. عذبتك أنا، عاد ولا عذبتك. يعني ما بعرف شو بدنا نقول، يرقص مذبوحا من الألم، يعني ما بعرف أنا. بتمنى أنه اللي بده يشوف الفيديو يعني ما بعرف من أي جهة رسمية أو جهة خاصة أو أشخاص أو مجموعة أو شيء، يعني معلش يروح يعذب حاله، يدور بالبيوت، البيوت أسرار بس فيها وجع كتير. دوروا على الناس اللي هي بحاجة مساعدة، وكلياتنا قادرين نساعد يعني. فما بعرف شو بدي أحكي، الوجع كتير كبير. بس نحن قادرين إنه كل واحد يعني هيك يسند حدا. منقول يا رب، وإن شاء الله بتجيك الموافقة على العملية إن شاء الله يا رب، وبترجع هيك شوي يعني بترجع حياتك، أو بتقدر تطلع تفوت على الأقل. منقول يا رب، منقول يا رب.